المسيحية. الرؤية المسيحية عن نهاية العالم مبنية على سفر الرؤيا في الكتاب المقدس. تبدأ الأحداث حين يفتح المسيح 7 أختام من شمع على درج في يد الله، لأنه الوحيد المستحق لكشف خطة الله لنهاية العالم. الأختام الأربعة الأولى تطلق الفرسان الأربعة. الفارس على الحصان الأبيض يرسل للسيطرة على العالم. الثلاثة الآخرون يجلبون الحرب والمجاعة والموت، فيهلكون ربع البشرية. كثيرون يرون أن هذا يرمز إلى أحداث الحرب العالمية الأولى. عند فتح الختم الخامس ترى أرواح الذين قتلوا لإيمانهم بالله، ويعطون ثيابا بيضاء مكافأة لهم، ويقال لهم أن يصبروا قليلا. الختم السادس يحدث زلزالا عظيما، وتظلم الشمس ويصير القمر كالدم وتتساقط النجوم. الختم السابع يفتح سلسلة جديدة من الكوارث، 7 أبواق ينفخ فيها الملائكة، فينزل البرد والنار والظلام، أشبه بكارثة نووية عالمية. ثم تطلق شياطين من الهاوية على هيئة كائنات تشبه الجراد تعذب الناس. وبعدها يطلق 4 ملائكة ساقطين ليقودوا جيشا من 200 مليون جندي يقتلون ثلث من تبقى من البشر. وعندما ينفخ في البوق الأخير يعلن الله أن المسيح صار ملكا على الأرض. عندها يظهر الشيطان في صورة تنين يحاول مهاجمة السماء، لكن الملاك ميخائيل يطرحه إلى الأرض. وهناك يبدأ حملة سيطرة عالمية عبر تمكين الوحشين. الوحش الأول غالبا يفسر أنه المسيح الدجال، يخرج من البحر، له 7 رؤوس و10 قرون متوجة، وينظر إليه كمخلص فيعبده الناس. الوحش الثاني النبي الكاذب، يجري معجزات شيطانية ويجبر العالم على عبادته عبر علامة توضع على اليد اليمنى أو الجبين. بعدها يسكب الملائكة 7 جامات من الغضب الإلهي على الأرض، أوبئة، مياه تتحول دما، حر شديد، ظلام دامس، وزلزال هائل يدمر كل شيء. ثم يعود المسيح مع جيش من المؤمنين ليهزم الشيطان والدجال والنبي الكاذب. ينتصر المسيح ويلقى الشيطان في هاوية لا قرار لها، ويحكم المسيح الأرض 1000 سنة. وبعدها يطلق الشيطان مرة أخرى ليقود تمردا أخيرا، لكن النار تهلكه. وأخيرا يأتي اليوم الأخير للحكم، من رفض المسيح يلقى في بحيرة النار، أما المؤمنون فينالون الحياة الأبدية.